السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في مطبخ فريسكا بالعسل. كل سنة وانتم طيبين وربنا يجعله شهر كريم مبارك علينا وعليكم وعلى الجميع. احنا النهاردة هنعمل مع بعض التومية، هنعمل مع بعض احلى تومية في البيت. مقادير سهلة وبسيطة وما فيهاش زي ما اتفقنا ما فيهاش تعقيدات. كل مقاديرنا اللي معانا معلقتين نشا كبار، المعلقة اللي احنا بناكل بيها كبار تبقى مليانة. معانا كوبايه ميه عاديه خالص اهي. معانا عصير ليمونه كبير، ربع كوبايه زيت، ربع كوبايه لبن، كوبايه زبادي من اللي انا عاملاه في البيت. معانا الخل، معانا خل. هنعمل ايه؟ انا هنزل بالنشا دوت على النار، هسوي النشا وهنبقى مع بعض نشوف احنا هنعمل ايه. حبايبي انا هنزل هنا بكوبايه الميه بتاعتي، ميه بارده خالص ما فيهاش اي حاجه. هنزل بمعلقتين الدقيق بتوع النشا بتوعي اهم، معلقتين النشا. هحط مش هحط ملح كتير اهو، يعني شويه مش كتير. هقلبه طبعا. بصوا النشا مسك، هنقلبه هتدوب، يعني هتدوب. احنا هنعمله على البارد كده مش على النار عشان ما يكلكعش. هيمسك تحت ما صدق. هنقلبه حلو اهو. انا بس بشوف ما فيهوش اي كلكعه، وهنروح بيه على النار. على النار بقى هقعد اقلب كده لغايه ما يتخن معايا. بصوا يا حبايبي ادي اهي النشا بتاعنا بعد احنا ما عملته على النار. بصوا مهلبيه اهو، بصوا اهو سخن. انا بوريهولكم، انا هسيبه يبرد خالص، ولا مكلكع ولا في اي حاجه، زي الفل اهو. انا هسيبه يبرد خالص وبعد كده هنشتغل بيه. مش هينفع نشتغل بيه وهو سخن كده، يفصل مننا التوميه بتاعتنا. هسيبه يبرد وهنشتغل مع بعض وهو بارد ونشوف احنا هنعمل ايه. احنا يا حبايبي كده النشا بتاعنا بارد خالص اهو. هعمل ايه؟ هنزل بكوبايه اللبن بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الزيت بسم الله. الزبادي ده انا عاملاه طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الخل بسم الله الرحمن الرحيم. هم اخر سبحان الله اخر ربع كوبايه خل. هنزل اللهم صل على سيدنا محمد. الثوم بتاعي، الليمون، ليمونه كبيره، عصير ليمونه كبيره. بعد كده زي انتم ما شايفين كده انا هنزل بالنشا بتاعي او المهلبيه بتاعتي. هي بردت خالص، انا مش هسيب حاجه في الكسرونه اصلا. هاخد كل النشا بتاعي الله. هرجع لكم تاني. وادي يا حبايبي هحط الخليط بتاعي على الخلاط، اغطي وهنضرب. بسم الله الرحمن. احنا اسفين على الصوت يا جماعه.
لا هنضرب تاني. ما بيلفش ليه؟ احنا الخلاط تقريبا حصل فيه حاجه، انا هفضيه في خلاط تاني وهنعمله مع بعض. طبعا احنا جبنا خلاط تاني، بس هو تقريبا السرعه مش عايزه تبقى عاليه، تبقى كده وتطفي، لان هو تقيل الخليط عليه، فهو مش عايز خلاط سرعات. وانا الخلاط الاولاني سرعه واحده. بصوا اهو. احنا اسفين بجد والله على الصوت. هنفتح كده بسم الله. مش قادره اقول لكم، بصوا الله على الجمال وعلى الريحه. الله، احنا هنفطر يا جماعه كده، يعني احنا هنفطر قبل المغرب ما يبدا. احنا هنفطر حقيقي كده قبل المغرب ما يبدا. هنديله لفه كمان. الحمد لله ان في خلاط تاني. فاحنا بقى ناخد بالنا من الحكايه دي علشان ما نبوظش الخلاط بتاعنا. اشوف بس اللي على النار. لو هتعمليه في الخلاط العادي اللي من السرعات هتدي لفه وهتفصلي وهتفصلي علشان ما يبوظش الخلاط زي انا الخلاط بتاع الاولاني ده ما باظ. هنفضيها مع بعض وهنشوفها بقى شكلها ازاي. وادي يا حبايبي التوميه بعد ما خلصناها. نزلها في الطبق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بصوا جميله. هخلي ده هنا كده وهحط هنا شويه هنا كده. هعملهم بالكاتشب. شايفين ناعمه وجميله ازاي؟ هحط حبه بالكاتشب. بسم الله الرحمن الرحيم. ده كاتشب حراق. هقلبهم. اجيب معلقه بس. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين اللون اتغير ازاي؟ بقت دي بيضه ودي بامبا. يبقى كده كان معانا النهارده العمايل التوميه زي انتم ما شايفين كده في البيت، سهله وبسيطه وما فيهاش اي تعقيدات. و كان الفيديو بتاع النهارده ازاي نعمل التوميه في البيت بكل بساطه وسهوله وكل مكوناتها في البيت. لو شفتوا الفيديو وعجبكم وما تنسونوش في اللايك والشير، واللي ما اشتركتش في القناه تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل كل جديد. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله.